الممتاز 12 نقطة كاملة بالنسبة لهذا المدرب، حيث سجل العلامة غلطت في الاسم. سجل العلامة أرني لاكي مش أرني سلوت. أرني لاكي. أرني المحظوظ يعني، مش أرني سلوت. لكن مدرب شهر أغسطس وسعيد وفرحان وركلة جزاء مستحقة. هدية من هاني بعل. يلا بينا. هاني بعل مين؟ حد بيعمل كده؟ هذا هو الترتيب مشاهدينا الأعزاء. ليفربول في الصدارة 12 نقطة لأرني سلوت، يأتي من خلفه أرسنال وتوتنهام. بورنموث يلعب حتى الآن بشكل مميز ب9 نقاط، تشيلسي 8 نقاط، 7 نقاط لإيفرتون وساندرلاند، كريستال بالاس ب6 نقاط، 5 نقاط لكل من نيوكاسل يونايتد وفولهام. طبعا هذا ما حققه ليفربول في ملعب تيرف مور، هذا ما تسبب به حنا بعل. دكتور، ركلة جزاء صحيحة طبعا بكل تأكيد، فبالتالي أن ركلة جزاء بالنسبة لصلاح في هذا الوقت من الصعب جدا أن يضيع هذه الركلة، يجب تركيز أكثر واستطاع يسجل هدف. 3 نقاط مهمة جدا من ملعب صعب، من ملعب عانى فيه ليفربول، عانى فيه كثير جدا بعد العودة من الاستحقاق. فعملية تنفيذ محمد صلاح تشعر بأنه متعطش للتسجيل. هو طبعا يعني قوية في الزاوية خلاص، يعني آخر دقيقة وركلة جزاء فيها 3 نقاط ومهمة من ملعب صعب صراحة. سكوت باركر لعب مباراة كبيرة مع بيرلي، لعب مباراة كبيرة، تنظيم دفاعي كان محكم جيد، لكن بكل تأكيد بعض الأحيان تحتاج تركيز أكثر. مثل دائما الخطأ ممنوع أمام فريق مثل ليفربول، فما بالك ركلة جزاء لصلاح في الوقت الأخير. أعتقد أن 3 نقاط مهمة بالنسبة لليفربول في المرحلة القادمة لعملية تصدر الدوري. انتصار مستحق؟ لا، يعني كان يستحق التعادل أم الخسارة؟ التعادل على الأقل المجهود اللي بذله بيرلي، إنما الكرة ما بتعترفش باللي أنا بقوله. أحيانا بعض الأخطاء الكبيرة تكلف الفرق. يعني مفيش حد في منطقة الجزاء بيدي الكرة ظهره أو بيدي المساحة دي بالنسبة للفريق. أي نعم، ليفربول اتحسن الشوط الثاني من الإيقاع السريع، تسديدات سوبوسلاف وجوده في نص الملعب، برادلي في ناحية اليمين، شكل الفريق بقى أسرع، شكل الفريق بقى فيه فاعلية في بعض الأحيان في منطقة الجزاء، بقى عندهم صبر في بعض الأحيان، بيحرك المنافسين أحسن من الشوط الأول. فأعتقد إن هو الشوط الثاني كان نوعا ما أفضل، إنما الترجمة الأفضلية دي بنتيجة 1-0 بعد الدقيقة 90 في منطقة الجزاء بضربة جزاء، أعتقد إن لا تعكس الجودة الموجودة بالنسبة لليفربول. وأنا ما زلت قلت إن أرني سلوت أو أرني لاكي لن يتعامل مع النجوم. أحيانا النجوم بتبقى لعنة على المدربين. العدو الأول لليفربول هو مدربه، العدو الاول لليفربول هو مدربه، لان مش على الورق بطل الموسم الماضي. ايوه، ما انا اقول بتغييرات مميزه في الشوط الثاني ساعدت الفريق اكثر. يا راجل التغييرات دي انا اعملها. عنده الفرقه، لا يعني فريمبونج، برادلي، منزل ريو، فريمبونج اخر 5 دقائق، اخر 4 دقائق تطلع ايكيتيكي اللي كان كويس وتنزل كيزا. لكن ما انا اقول لك لكن النتيجه جت والثلاث نقط كسبهم ويقول لك 12 نقطه، انما علامه استفهام على الاداء. الفريق ده ياخد 3-4 مستريح لو في طبيعه اللاعبين بطبيعتهم والتعامل افضل من كده بالنسبه للفريق. فانا اشوف ان هو كسب 14 نقطه، 12 نقطه من 4 ماتشات. ورينا نفسك قدام اتلتيكو مدريد، لان الاداء ده قدام اتلتيكو مدريد هتعاني، ودخلنا في مرحله الجد بالنسبه للفريق. فانا اشوف في الاخير النتيجه بتغطي على كل السلبيات، وطالما السلبيات موجوده وانت بتكسب علاجها اسهل، انما الفريق عنده افضل من كده بكتير. طيب كيف ترد على هذا السؤال؟ مرحله الدوري الموسم الماضي، متصدر مرحله الدوري، بطل الموسم الماضي، مدرب شهر اغسطس ارني سلوت، حتى الان معتلي صداره الترتيب، وفي نفس الوقت كابتن تقول لي محظوظ. ايوه محظوظ، يعني الان يؤدي مع ليفربول بشكل مطلوب. محظوظ، اضاف له صفقات بنص مليار. محظوظ لانه جه في توقيت النادي عنده المقدره الماليه انه يجيب صفقات. جه في فتره الموسم اللي فات جوارديولا في اسوأ فتراته، ارتيتا لم يقم بالصفقات المطلوبه. الموسم ده هيبقى موسم مختلف مع الصفقات الكبيره، لازم نشوف اداء افضل من كده بكتير. دخل نص مليار
على فرقه كسبانه الدوري. الدوري مش هيبقى نجاح بس، الدوري ودوري الابطال والبطولات الثانيه، لان الفرقه دي عندها المقدره ان تاخد 3 بطولات او 4 بطولات على الاقل في موسم. طبعا انت ما تحب تعلق، انتم دائما مشكلين ثنائي. ليش ما قلت لك؟ لا قلت لك انت قلت لي محظوظ. لا انا قلت محظوظ. انت سالتني اول شيء. لا انا قلت لك 3 نقاط مهمه للصداره. صحيح. إيه؟ لكن تعقيبك على كلام انت لازم، لا انت خليك نفس جوارديولا. لا شوف، يعني عند جوارديولا الذكاء في اداره الموقف. لا الحين انا إيه؟ لا الحين شوف ما ترميش حاجه لا شوف الحين لا العباس وتروح هناك. أيوه. لا العباس تعال. لا انا جاي، هو انا تعال. جايك في الكلام. الحين انت ما تبي تعقب على كلام كابتن محمد، يعني انت توافق الراي في انه هو حر، هو حر. محظوظ. لا بس اسال مجرد سؤال. كابتن محمد له وجهه نظر. انا قلت لك بدايه ما بين الشوطين ان وضع الفريق هجوميا مؤشر خطر. نعم. انه ما استطاع انه يوصل بسبب المدرب، ما وصل الا عن طريق روبرتسون المتظهير. طيب انا اسالك الفريق سؤال. عنده مشكله في طيب. الجانب الهجومي ووضحت اليوم، لكن انك تفوز بهذه الطريقه فهذا شيء ممتاز. دكتور لو سمحت بسالك سؤال. تفضل. ارني سلوت محظوظ ولا لا؟ كل مدرب محظوظ، كل مدرب يحتاج الحظ. لا انت ما يصير تخليها عايمه. لا انا اقول لك كل مدرب. لا انت عطني لا محظوظ غير محظوظ. هذه الاجابه مو منطقيه. ما في مدرب يقعد في البيت ويفوز انه محظوظ. انتوا مشكله بصراحه، انتوا دائما مع بعض وصعب ادخل بينكم. لكن قلت لك انت خليك نفس جوارديولا، اداره الموقف، تعرف شو تدير الموقف. بس انت تعرف تدير المواقف احسن مني. لا لانه هو رمى الكوره وشعللها بيننا. وانت لا والله انا ما رميتش حاجه. لا، هو انت مش ملزم بقراري او بتحليلي او بوجهه نظري، ممكن تبقى غلط. في النهايه انت ايش رايك؟ ايش سميت انت؟ هاني بعد. انا بعد. انت ايش رايك؟ ما قلت. لا وجود للمسه الاخيره، للنجاعه الهجوميه، مع اصابه ماكاليستر، مع التغييرات التي كانت حاضره ايضا لكيركز والبديل روبرتسون. ليفربول محسسني انه بيلعب ببدل، عاجبه التيشيرت الجديد. الكره مش كده يا كباتن، كره جري ولعب، انما هتلعب بالشوكه والسكينه، هتلعب على مهلك، هتلعب بالاسماء، هتقدم لنا 45 دقيقه شوطه واحده في المرمى. فاللعب ده ما ياكلش عيش. هتيجي للارقام هيقول لك استحواذ 78%، 10 تسديدات، واحده بس اون تارجت، واحده بس اون تارجت. تمام؟ فانت بتلعب على المهل قوي، تلعب براحتك قوي على مهلك. فين الفاعليه؟ كل اللعيبه عاوزه الكره في رجليها. مين اللي هيقطع ورا المدافعين؟ مين اللي هيعمل 1 2؟ مين اللي هيخلق لنفسه تسديدات؟ انتوا بطل الدوري. ف 45 دقيقه كانك لابس بدله. الاول تسديده بعد ايه؟ بعد نزول روبرتسون. فاهم؟ هو الوحيد اللي خد الكوره وراح واخترق ولعب كوره بدون ورا المدافعين، عاوز سدد الكورة. على المرمى. ايوه، عنده الجرأه. فاهم؟ وده موجود على الدكه. فبعض الاحيان ممكن كان بالخارج بعيده، انما هو دي التسديده الوحيده. عشان كده ما شفناش كره فيها حركه. الوحيدين اللي بيلعبوا بالحركه هو جرافنبرغ في نص الملعب، ايكيتيكي في الخط الهجوم. غير كده ما شفناش حاجه. استحواذ، بس استحواذ بطيء. تك 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 تك. فين الاختراقات؟ فين بقى الشغل، المهاره الفرديه؟ فين التسديدات؟ فين الكروسات اللي من الشمال واليمين بالنسبه للفريق؟ ليفربول صعب المأموريه على نفسه. تكتل دفاعي وتنظيم دفاعي من بيرلي، انما الامكانيات والاسماء اللي موجوده تقدم لنا. نشاهد دخول روبرتسون، مع العلم في ظل وجود كيركز لا وجود للنجاعه على مستوى الجبهه اليسرى. دكتور، دخول روبرتسون انعش فريق ليفربول وليس فقط الجبهه اليسرى. الجهه اليسرى لليفربول مع كيركز هناك قلق كبير لمستوى هذا اللاعب، على الرغم من تألق الموسم الماضي مع بورموث، لكن هذا الموسم وبداية في انطلاق في الدلع الخيرية وأيضا المباريات التي أتت بعد ذلك لم يكن في المستوى المطلوب، لذلك هو قلق وعلامة استفهام كبيرة بالنسبة لسلوت على الجهة اليسرى. لذلك استعان في روبرتسون، عنده انذار وعنده أيضا حالة لعملية النضج لكيف يتعامل مع المباراة. الجانب الآخر، على الأرقام، على الإحصائيات، ليفربول متفوق.